بصعوبة 4-3. مشات كرة تطوانية تتحول من جديد للكوكب المراكشي سفيان العلودي. العلودي مشى بكرته، العلودي يبحث عن تسديد ممتازة جدا. لفقيه يا لفقيه، لفقيه يا لفقيه، ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة. طيب الذكرى تصير القمة، استغل جيدا مجهود يقدر ويحترم عليه كثيرا سفيان العلودي. بدات من سفيان وكملها نفقيه في مرمى المغرب التطواني لتصبح النتيجة 1-0 لفارس النخيل. الفرسان في قمة أداء ومردودة مع انطلاق المباراة بعد انقضاء 13 دقيقة. جاء الهدف بهذه الطريقة، خلصودين خطأ تضيع الكرة في هذه المنطقة. سفيان العلودي كان ذكي، انتظر وسدد، والمتابعة وهي متابعة كانت من محمد لفقية الذي يسجل الهدف الأول في هذه المباراة لتصبح النتيجة 1-0. هدف سيحرر أقدام اللاعبين لتقديم مباراة من مستوى عالي. مشات كرة تطواني، لعبت كرة تطوانية وضربة جزاء. يقول الحكم ضربة جزاء. والبطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء لعبد الواحد الشخصي يتلقى البطاقة الحمراء. الحكم يقول له أنه كانت لمسة يد في الكرة الأخيرة. لعبت كرة من نقطة الزاوية، والحكم هذه المرة اتخذ قرارا بوجوب تنفيذ ضربة جزاء. أكيد أننا سنتابع الإعادة لما جرى بالضبط في منطقة جزاء فريق الكوكب المراكشي. دقيقة 71، نتيجة هدف ل0، وفرصة من نقطة الجزاء لنادي المغرب التطواني لتسجيل هدف التعادل. إقصاء عبد الواحد الشخصي اللي كان قيم دور كبير في المباراة حدود دقيقة 71. الكوكب الذي سيواصل آخر ثلث ساعة من المباراة. ضربة جزاء للمغرب التطواني. بنتومي الحارس الواعد وملهم وقائد المجموعة التطوانية، قائد الكتيبة رقم 1 زيد كروش في تنفيذ ضربة جزاء من نقطة الجزاء. الحمامة تبحث عن التحليق في سماء النخيل، والهدف الهدف الأول في المباراة للمغرب التطواني. هذه طقوسهم وهذه طريقة احتفالهم لفريق المغرب التطواني. الحافلة في الطريق نحو العودة بتعادل ثمين. المغرب التطواني بغض النظر على كرة للمغرب التطواني يبحث عن قتل المباراة في الدقائق التي تبقت. حكم يقول واصل يلعب، يقول ضربة جزاء. ضربة جزاء للمغرب التطواني بعد اسقاط حمزة بورسوق في منطقة الجزاء. حمزة بورسوق كان ذكي لما مشى مع الكرة أجبر جمال الدين برارو على إسقاطه في منطقة الجزاء، والحكم لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء لمصلحة المغرب التطواني في وقت قاتل ونحن نلعب الدقيقة 89 من المباراة. ضربة جزاء ثانية، وحسرة وأي حسرة ليوسف مريانا والطاقم الفني هنا. كرة حمزة بورزوق من هنا ما يمكنناش نحكمه من هذه الزاوية. ممكن نشوفوا شنو وقع. شخصيا لم أرى شيئا، وبالتالي سأترك الحكم لكم مشاهدي قناة الرياضية. ونظرات حسن بن عبيشة تخفي الكثير من الحسرة، يتحسر على واقع فريقه اليوم. فريق كان متقدم بهدف ل0 لكن لم يحسن التعامل مع المباراة، تراجع بشكل كبير لمنطقة دفاعية، وهو يمنح المغرب التطواني فرصة تقدم في النتيجة وتسجيل الهدف الثاني بنفس الطريقة. نسخة مكررة للهدف الأول ربما. زيد كروش امام بنتومي، والهدف الثاني المغرب التطواني عبر زيد. عالي المقام زيد كروش يحلق بالحمامة نحو انتصار ثمين اليوم من قلب عاصمة النخيل مراكش، وتصبح النتيجة 2-1 نتيجة المباراة في حدود الدقيقة 90 دقيقة. هنا الحكم ضربة جزاء للكوكب الذي نال مراده في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. مباراة ضربات الجزاء المعلن عنها من طرف الحكم السيد يوسف لاروي، والبطاقة الصفراء للاعب المغرب التطواني حمزة حجي. الكوكب المراكشي لم يستسلم
حسن بن عبيشه يغادر الملعب منفعلا بشكل كبير. ضربة جزاء للكوكب في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف. للإعادة لكرة الكوكب المراكشي. هذا المرة ممكن حكموا عليها، كانت عرقلة من حمزة حاجي لمهاجم الكوكب المراكشي، وقرار الحكم أشار بوجوب تنفيذ ضربة جزاء لمصلحة الكوكب المراكشي. فرصة لتسجيل هدف تعادل. الفقيه كيف ما فعل زيد كروش وسجل ثنائية. الفقيه أمام عدنان العاصمي، وضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من المباراة للكوكب المراكشي. الفقيه في تنفيذ كرة تسدد، والهدف هدف التعادل للكوكب المراكشي. تصبح النتيجة 2-2. مباراة مفتوحة على كل التكهنات، وهو الكوكب يسجل الهدف الثاني في المباراة. تصبح النتيجة 2-2 والمسجل هو محمد الرجاء البيضاوي. شوف مرة أخرى من زاوية مغايرة، والحكم كان قريبا جدا من العملية. هذه اللقطة مرة أخرى، وبالتالي قرار من الحكم بمنح ركلة جزاء لفائدة الرجاء الرياضي. إذن فرصة ذهبية للأخضر من أجل افتتاح باب التهديف. يمشي عصام الراقي صاحب التخصص في تنفيذ ركلات الجزاء. هل يكون راقيا في طريقة تنفيذ الركلة وبالتالي يمنح الأفضلية للأخضر الرجاوي، أم أن أناس سنيتي بالفعل، أم أن أناس أو علاء المسكيني سيتصدر؟ عموما الحكم سيعطي الإشارة، والراقي في لحظة التركيز. الراقي يتقدم، الراقي الهدف الأول للرجاء. الراقي بالفعل كان راقيا في طريقة تنفيذ ركلة الجزاء في أقصى الركن الأيمن لمرمى علاء المسكيني. أفضلية رجاوية هنا في الميادين الأكاديرية أمام الكتيبة القنيطرية. تأتي الأفضلية دي، وحسنا فعل الإطار محمد فاخر الذي صارع لانتداب جواد اليميق في الايام القليله الماضيه، لانه فعلا لاعب عنده امكانيات كبيره جدا. وكره رجاويه، والثاني جول! الشباك تناديك يا رجاء، الشباك القنيطريه تناديك يا رجاء. الله عليك يا بن حليب، كنت غايب في الروعة يا بن حليب. هنا لحظة الانسلال، ضربوا بخط الدفاع، ضربوا القنيطريين في هذه اللقطة. المهارة يا بن حليب، لقطة تؤكد إمكانياتك يا بن حليب، مهاراتك يا بن حليب. لحظة الهروب والانسلال والمراوغة الأجمل. كبير يا بن حليب في هذه اللقطة. هنا يفاجئ علاء المسكيني ومعه الدفاع. ومعلش يا علاء، معلش يا المسكيني، هذا الرجاء، هذا العالمي جاء لأكادير من أجل الانتصار، من أجل الثلاث نقاط. لا وجود للتسلل. هي كورتك يا بن حليب، الشباك تناديك، وصلها للشباك. 2-0. الرجاء يضرب بقوة. الآن مأزق كبير وجدل كبير، وطبعا المقاطعة تأتي بعد سلسلة من المشاكل. وهنا كرة تأتي في الجهة اليمنى، الثالث جول! كبيرة يا رجاء، ما هذا الأداء وما هذا الجمال وما هذه الفنيات. بن حليب يزور الشباك، يعود إليكم بن حليب، يسجل بن حليب. انهيار كبير في دفاعات القنيطري. ماذا دهاك يا علاء، ماذا
تمدد هكا يا علاء، فراغات ومساحات، هربت بن حليب، كرة بن حليب والشباك تناديك مرة أخرى يا بن حليب. 3-0 في جولة أولى، 3-0 والبقية تأتي مع الرجاء. انهيار دفاعي كبير، ماذا يحصل يا فوزي يا جمال؟ دفاع مفكك تماما، دفاع مفكك تماما، ومساحات موجودة مع سرعة بن حليب وذكاء الحفيظي وانسلالات التقدم المريح حتى الآن. كرة على الجهة اليسرى، فريق واحد صراحة في الميدان، فريق واحد نشاهده في أرضية الميدان، هو الرجاء البيضاوي الذي يستعرض في هذه الأثناء وكأنها مباراة ودية بالنسبة للأخضر. لكن الرابع ممكن، الرابع ممكن، هي يا بن حليب، هي جول! مجهود لاعبي الرجاء البيضاوي بهدف بعد لمسه هنا من جانب اللاعب محمود بن حليب. شوف كيف انطلقت من جواد اليميق، 3 لمسات جاءت بالهدف اليميق بن حليب، والخاتمه كانت بهذه الطريقه. الكبار حاضرون، العالمي يدونها بقوه، 4 أهداف في بدايه مشوار البطوله الوطنيه تحت قياده الجنرال محمد فاخر. السلام ممتاز، هربت بن حليب، انطلقت بن حليب، اللمسه للوادي، كورتك في الشباك. 4-0. ألم أقول لكم بأن الرجاء قادمة؟ ألم أقول لكم بأن الرجاء ستسجل؟ ألم أقول لكم بأن لازلت عند توقعي بأن الأخضر سيدون هدفا رابعا، وهذا ما حصل بالفعل. والشهية مفتوحة والمد الرجاوي لازال متواصلا، والحفيظي يبدأ الهجمة. الحفيظي لمن؟ حفيظي لمن؟ ممكن الخامس، ممكن الخامس والتسلل. فعلا مباراة يستعرض فيها الأخضر، مباراة يستعرض فيها الأخضر بتأكيد الهدف الرابع عن طريق عبد الكبير آل وادي، بينما هنا التسلل واضح على الدائرة الأيسر، لاعب عبد الجليل جبيرة بالفعل